يا شوية منافقين يا ضلاليين يا نجوم المحتوى العاطفي. المحتوى العاطفي اللي أحمد عز اتكلم عنه بمنتهى الأدب عشان ده راجل مؤدب وراجل محترم، ولكن للأسف احنا بنعيش فترة قذرة. اليوتيوبرز بقى والإعلاميين، الناس بتطلع على التلفزيون، حاجة يعني بصراحة منتهى القذارة. دلوقتي بتطبلوا وتسقفوا لحسام حسن، الله عشان كسب ماتش كوتيفوار وعمل حاجة معجزة. دلوقتي انتوا بتقولوا عليه نجم كبير واحنا اسفين يا عميد. دلوقتي انت بتقول عليه اسف يا عميد مع انك ماسكه غسيل ومكوى من ساعه، يعني من اول ما الراجل ده مسك المنتخب وانت غسيل ومكوى. ايه ده، احنا بنلعب بلعيبه كتير قوي في الهجوم، بنلعب بتريزيجيه ومش عارف وصلاح ومرموش ومصطفى محمد مش عارف ايه. فبداوا ينتقدوه، فبتلاقي الراجل بيكسب. ايه ده انت هتكسب؟ لا والله مش هينفع معاه المكسب بتاعك ده، انت اصلك بتقابل منتخبات ضعيفه. انت صاعد اسهل بطولة كاس عالم وواصل اسهل بطولة كاس فالكلام ده ضعيف ومنتخبات ضعيفة. طب ماشي يا عم، مشينا شوية شوية يعني. الراجل ده قابل نيجيريا مثلا في ماتش ودي كده قبل البطولة، نيجيريا اللي هي عاملة رعب دلوقتي للبطولة كلها، مسكها كسبها عادي عادي خالص. يا عم ده ماتش ودي ومش عارف ايه، ونيجيريا مش هي نيجيريا بتاعت مش عارف ايه. ما احنا للاسف ربنا بالينا بشويه محللين يكرهوك في الحياه، وهو دي بقى المشكله، ان احنا عايشين على المحتوى العاطفي. المحتوى العاطفي اللي ضيعنا، والله ضيعنا. هو جميل ولذيذ ودمه خفيف والناس بتحب تسمعه، وخصوصا الناس اللي هي بتتكلم بالطريقه العاطفيه دي. بصراحه الناس دمها خفيف، يعني انا بحب اتفرج عليها يعني لزاز وبتاع، وخصوصا لما بيكون ايه الماتشات بقى ليها علاقه بالانديه وبتاع. انما ده يا جدعان منتخب مصر، ده منتخب مصر يا جدعان. يعني انت في ابعد من كده؟ يعني ده كل الناس بتلف وتتكاتف وبتاع. يعني انا يعني مش هضرب نفسي المثل، انا يعني ولا حاجه اوسكار جنب الناس دي. الناس دي اصلا ما تعرفش ان انا عايش اصلا على الكوكب. بس يعني الناس دي ما شاء الله يعني عندها فولورز بالملايين، والناس كتير بتتابعها، وانا واحد من الناس بتفرج على المحتوى بتاعهم عشان دمه خفيف. انما الناس اللي بتتكلمش في الكوره، ما تفهمش في اي حاجه ليها علاقه بالكوره. كل كلامهم ليه علاقه بالمحتوى، وان ازاي نعرف نجيب ريتش وازاي نعرف نجيب محتوى. وسبحان الله في القطبين كل واحد فيهم في بطل بقى من ابطال المحتوى العاطفي. يعني مثلا عندك الهستيري ما بيتكلمش في كوره، دمه خفيف ولذيذ ومش عارف ايه وبتاع، راجل متخصص في الزمالك ومش عارف ايه ولذاذه يعني. فلازم يطلع واحد تاني من القطب التاني برضه ياخد نفس اللاين ونفس السكه. نتكلم برضه في اللذاذه اسلام مهدي ومش عارف ايه ودمه خفيف وبتاع وبيهزر شويه. انما يا جدعان في وقت للهزار وفي وقت للجد. في وقت ان انا يعني انتقد لعيب وانتقد مدرب وانتقد منتخب واقول عليه زي الخرا واقول عليه مش عارف ايه ونحن ما بنلعبش كوره وماشيين بالبركه ومش عارف ايه، ولما يكسب الله اسفين يا عميد، الله ده انت فوق دماغنا يا عميد، وبرضه باللذاذه وبالدم الخفيف بتاعه ومش عارف ايه. والدنيا بتمشي معاهم لان هم دمهم خفيف فعلا يعني. بيعرفوا يجذبوا الجمهور بالطريقه دي، ان هو دمه خفيف وبيهزر وبيضحك ومش عارف ايه وبتاع، فخلاص الناس هتمشي معاه في السكه دي. نفس الكلام مثلا رضا عبد العال. رضا عبد العال بيطلع يقول مش عارف مين فاشل ومين فاشل ومين كل الناس عنده فشله. ولما يحصل مثلا اي اخفاق لاي مدرب طبيعي، يعني جوارديولا مثلا السنه دي، ما هو يعني بيتعادل 3 ماتشات، هو اخر 3 ماتشات بيتعادل فيهم ولا بيخسر وبيتعادل يعني. عامل 3 اخفاقات يعني وخلى ارسنال يفرق يعني شويه. بنقول على جوارديولا فاشل؟ لا مش هنقول على جوارديولا فاشل، بس طبيعي بيحصل اخفاق. فرضا عبد العال بقى واحد من الناس استنى الاخفاق ده يا معلم، يقول لك ايه ده، بص اهو زي ما قلت لكم قبل كده، اهو خسرنا اهو، اهو هو ده اداء، هو ده منظر، حتى لو كسب بقى هو ده اداء، هو ده منظر واحده، احنا عندنا نجوم مش عارف ايه. وكلام كله عاطفي وكله بيلعب على وتر نوع معين من الجمهور. يعني مثلا رضا عبد العال يقفش مثلا جمهور الزمالك في لعيب ويقفش جمهور الاهلي في لعيب، وماسكين الموضوع تفرقه وعنصريه وتصنيف، يلا ده اهلاوي وده زملكاوي، ولكن الموضوع له علاقه بمنتخب مصر. يا جدعان ده منتخب مصر، ده منتخب مصر يا ملوك الريتش، عيب عيب انت بتتكلم على منتخب مصر. وبعدين بقى كمان انا مش هكلمك مثلا في محتواك وبتاع، انا هكلمك كفنيات. لو انت عندك فنيات وبتفهم في الفنيات، الراجل ده طول البطولة بيكسبك، ما بنلعبش اداء العظيم، بس هل انت سألت وسعيت احنا ليه بنلعبش الاداء العظيم؟ ليه بنلعب اداء دفاعي؟ رغم ان حسام حسن اصلا البروفايل بتاعه كمدرب هجومي، مدرب بيحب يضغط عالي وهاي بريسنج واللعيبه بتضغط واللعيبه بتجري كتير ومش عارف ايه.
ده لو يعني انت عندك اصلا فكره واتفرجت على حسام حسن قبل كده في اي نادي مسكه، تلاقيه بيضغط وبيضغط من قدام، واللعيبه الوينجات بتبقى بتلعب تلاقيها فاتحه الملعب ومش يعني دي طريقه حسام حسن. شوفوا مع الزمالك، شوفوا مع المصري، هتلاقيه هو دي طريقته في اللعب، ان هو بيضغط دايما من قدام وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يلعب بثلاثة أربعة اساسيين قدام بيضغطوا وبيلعبوا على الهاي بريس، وناخد الكوره ونعمل بقى الكوره بتاعتنا والجمل بتاعتنا. ده حسام حسن. ليه بقى حسام حسن قرر ان هو يغير في طريقته والبروفايل بتاعه؟ عشان دي جودة لعيبة منتخب مصر. جودة لعيبة منتخب مصر ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنا هاجم بيها على هاي بريس بمين أصلا. يعني أنا ما عنديش غير مرموش ومصطفى محمد هو اللي ممكن ألعب بيهم هاي بريس، لأن اللعيبة دي بتضغط شوية مش عارف إيه، عندها سرعات، لسه صغيرين في السن. محمد صلاح ده هعمل بيه إيه بقى في الهاي بريس يعني؟ مع ان محمد صلاح ده نجم النجوم، عشان بس ما حدش انجم واحد، احسن واحد في مصر، يعني احسن لعيب كوره جه في تاريخ مصر، لكن دي مش طريقه اللعب المفضله محمد صلاح. محمد صلاح ما بيضغطش مع ليفربول، ما بيضغطش، هو بروفايله كده. مش يعني مش معنى كده ان هو وحش يعني عنده قصور في موضوع الضغط، لا هو ستايله كده، لعيب ستايله ما بيضغطش، مش من نوعيه اللعيبه اللي بتضغط. في لعيبه على مستوى العالم كتير قوي كده مش بتوع الضغط. فده يعني ما ينفعش اركز فرقتي على اللعيبه دي، وخصوصا بقى كمان لو انا ضغطت يا عم وركنت صلاح، اكنك مثلا بتلعب ببرشلونه يا عم، ركنت ميسي من موضوع الضغط وصلاح نفس الكلام، هركنه من موضوع الضغط وبقيه الفرقه تضغط. هضغط بمين؟ بمين بس انا عايز اعرف، وهسيب الشوارع اللي وراي دي لمين؟ يعني رامي ربيعه، حسام عبد المجيد، ياسر ابراهيم، كلهم لعيبه كويسه واثبتوا ان هم لعيبه جامده، ولكن اثبتوا ان هم لعيبه جامده في التشكيله دي، في خمسه في ثلاثه، يبقوا لازقين في بعض في مساحات قريبه يعرفوا هم يضغطوا. انما هتسيب مساحات كبيره هيتكلفتوا زي ما كنت بتشوفهم في الدوري المصري، هتلاقيه بيترقص، هتلاقي حسام عبد المجيد سرح منك، هتلاقي مش عارف ياسر ابراهيم العادي. يعني كل لعيب بيتوظف في خطه معينه بيبقى تمام فيها. يعني مثلا على سبيل المثال حسام عبد المجيد ده هاخده لك بس ايه كمثال كده. حسام عبد المجيد اول ما طلع مع الزمالك ولعب في كاس عاصمه مصر، كل الناس بالاجماع 100% بيقولوا حسام عبد المجيد ده ناشئ زي الزفت ولازم يمشي من الزمالك، والزمالك يعني يعني طلع ناشئين تعبانين. ده الكلام كله اللي بيتقال. طب جه بقى واحد بيفهم كوره اسمه فيريرا، ده راجل عبقري، قال لك يا راجل لا، اللعيب ده كويس ولكن هو مش كويس في اربعه، هو الراجل ده يعني لسه قدامه شويه على ما يبقى جامد في اربعه، احنا هنظبطه على خطه 3-5-2. فهعمل ايه؟ هلعب بالونش وهلعب بالمسلوسي، هرجعه من باك اخليه مساك، والعب بحسام عبد المجيد. لعبت بالثلاثه، خليت حسام عبد المجيد ده نجم النجوم وبيجيب كور بدماغه وبيجيب لك اهداف وبيطلع بالكوره صح، خليته لك لعيب كوره عن طريق ايه؟ عن طريق خطه. فخطه ممكن تخلي لك فرقتك شكلها حلو، وخطه ممكن تخلي لك فرقتك ويبين ان هي متلاحمه وماسكه نفسها كويس، وخطه ولا اي حاجه. يعني انت مثلا هقول لك على حاجه عشان برضو نتكلم كفنيات، ندي الناس معلومه، عشان انتوا بتدوش الناس معلومه، انتوا بتدوا الناس افيهات بس. انا هو بحب الافيهات عشان برضو نبقى برضو انا ماشي معاكم في نفس السكه، والله بحب الافيهات وبحب اضحك على الحاجات الكوميديه اللي انتوا بتعملوها، بس مش مع منتخب مصر، وخصوصا البطوله شغاله. يا عم البطوله تخلص اغسل براحتك، رغم ان انا عارف انك هتغسل وهتعمل غسيل ومكوى لو يعني لو خلص الماتش مثلا بتاع مصر والسنغال اللي جاي ده، خلص باي شكل من الاشكال ان السنغال كسبت، اصل احنا ما نستحقش، اصل احنا ما بنعرفش نلعب كوره، اصل الكابتن حسام ما عندوش فكره، ايه مشي بالبركه، كل الحاجات دي انا بقولها لك اهو، يعني انا بسبق لك احداث، يعني اعتبرني السيد البدوي، انا بسبق لك الاحداث اهو، بقول لك الحاجات اللي هتحصل بعد كده. كل اللي بيحصل اهو اللي هيحصل بعد كده ان دي المبررات بقى، بس احنا ما بنلعبش كوره. طب ايه رايك نفكر نبدل حسام حسن عشان كاس العالم؟ اصل احنا الكوره اللي احنا بنقدمها دي كوره سيئه يا باشا. بروفايلات اللعيبه دي هي دي، ده تمامها، ده مش هتجيب اكتر من كده. دي اللعيبه اللي انت كنت بتشتمها في انديتك. يعني انت مثلا بتشجع الزمالك، بتشجع الاهلي، هم نفس اللعيبه دي، انا خدتها من هنا حطيتها هنا في المنتخب. انت كنت بتشتمه هنا في الزمالك عشان بيعمل غلطات كتير واخطاء كتير، هنا في المنتخب عامل لك يعني اداء متوازن، ما بيغلطش كتير، ما بيعملش فيك اخطاء كتير، تمام يعني. فايه اللي فرق هنا عن هنا؟ اللي فرق هنا ان في مدرب بيفهم، وهثبت لك ان هو بيعمل يعني خطه في الملعب ومش كله جرينتا. وبرده للاسف برده من ضمن الحاجات المحللين بتوعنا
ماسكين حسام حسن انه الجرينتا والروح والمدرب الذي اعاد الروح المصريه الى مش عارف ايه. يا عم هو مش بتاع روح بس، بالله عليكم، مع ان دي برضو مش عامل هين يعني ناس كتير في العالم بتتكلم ان مثلا انشيلوتي ده ازاي مخلي اوضه اللبس بتاعت ريال مدريد كانت عظيمه، واللعيبه بتلعب براحتها واللعيبه بتلعب كويس ومش عارف ايه، رغم ان الفنيات مش عارف كانت مش احسن حاجه، بس اللعيبه كانت بتكسب عشان كانت مرتاحه نفسيا، اللعيبه كواليتي عالي فمرتاحه نفسيا فبتقدر ان هي تبدع. فيعني اركن حته الروح دي على جنب مع انها مهمه قوي، بس يعني اركنها على جنب. الراجل ده بيقدم كوره، بدليل الماتش اللي لعبه قدام كوتيفوار ده، يعني جاله سبحان الله سبحان الله، جه يعني نجده لحسام حسن، نداء بقى للناس اللي بتفهم تحلل الماتش ده عدل، عشان الناس لحد الوقت يعني لحد وقتنا هذا احنا عدى يومين اهو على الماتش، الناس ما اتفرجتش على الماتش بالطريقه بتاعته التحليليه الصح. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده لعب بخمسه منهم ثلاثه مساكين. طب هو لعب ليه اصلا بثلاثه مساكين؟ لعب بثلاثه مساكين عشان عندهم راجل يعني مهاجم طويل وقوي وبنيانه جامد ومش عارف ايه، ده في الناحيه الدفاعيه، فمسكوا لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد على فكره ما كانش ليبرو، حسام عبد المجيد كان ماسك الراجل ده. وعلى الناحيتين اجمد حاجه موجوده عند كوتيفوار، كوتيفوار اجمد حاجه عندها الوينجين بتوعها، اللي هو اماد ديالو والراجل التاني اللي امام عاشور لبسه كوبري جميل ده. فهو الوينجين اجمد حاجه عندهم. فكان بيعمل ايه؟ بيطلع يقابل بمحمد هاني من بدري هو فتوح، لعيب مجرد ما يستلم مجرد ما يستلم هو لسه جسمه ملوح. يعني يا ريت الناس تتفرج تاني عشان تفهم الخطه اللي بيلعب بيها حسام حسن، تفاصيلها البسيطه عامله ازاي. الراجل وهو لسه جسمه ملوح، لسه ما عدلش جسمه الملعب، لسه بيستلم بقى من الباك بتاعه او الديفندر او ايا كان، لسه جسمه ملوح ناحيه الملعب بتاعه، فهو لسه بيستلم تلاقي فتوح طالع يضغط، تلاقي محمد هاني طالع يضغط، فالراجل يقوم راجع الكرة تاني، يا اما هيحاول ينعكش بقى ويحاول ايه يعدي، فيقوم مضغوط عليه بسهوله يتاخد، ما بيجيلكش بوشه كتير. وهي دي خطورتهم، خطوره اماد ديالو، اللي هو جاي لك بوشه خلاص شكرا، هو الراجل هيجي لك بوشه هيعرف يكلفتك، انما لا انا مش هستناك لما تجيلي بوشي، لانك عارف ان انت لو جيت بوشك يعني هتنيمني على الارض وهتوقعني وهتضحك عليا الناس وهتمرمط. لا يا عم، انت من بدري اصلا انا هقفل لك القصه دي، انا مش هخليك اصلا تجي لك يعني تيجي بوشك خالص نهائي. ويوم ما تيجي يعني ربنا كرمك وجيت، هتلاقي بقى رامي ربيعه ساب مركزه كمساك ويطلع يغطي على استاذ احمد فتوح، نفس الكلام ياسر ابراهيم، هتلاقي محمد هاني اهو ضرب مثلا ولا حاجه، ياسر ابراهيم يطلع يغطي عليه. وخطه والله العظيم كتكتيك بتاعها عالمي. طب ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ ده في الناحيه الدفاعيه 10 على 10 طبعا، بجانب يعني برضو تفصيله دفاعيه كده، ان امام عاشور ماسك فرانكي سي، انت يابا بتاعي، انت مش هتعدي، مش هتروح في حته، انت بتاعي يابا، انا طول الماتش انا موريش شغلانه غيرك، انت مجرد ما تستلم الكوره والله لو رحت فين، لو طلعت الحمام انا طالع معاك. نفس الكلام الاتنين تمانيات بتوع كوتيفوار، ماسكهم مروان عطيه وحمدي فتحي، فالراجل ملجم الماتش، ملجم الماتش. وصلاح بقى يضغط شويه على المساك، يرجع شويه مع الباك، نفس الكلام مرموش يضغط شويه على المساك بتاع كوت ديفوار، يرجع شويه مع الباك، وهكذا. طب ده في الناحيه الدفاعيه. في الناحيه الهجوميه نفس التشكيل ده هو مميز جدا. ليه؟ اولا نفس الثلاثه بتوع خط الدفاع مميزين، يا خبر ابيض على الغرابه. ليه بقى مميزين هجوميا؟ هيفيدوني بايه؟ ولا واحد فيهم بيعرف يطلع بالكوره، كلام سليم، ولكن انت في الضربات الثابته انت خطير جدا بسبب حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ياسر ابراهيم جاب لك جون الماتش اللي فات، رامي ربيعه جاب لك جون الماتش بتاع كوتيفوار، استاذ حسام عبد المجيد في نفس الماتش كوره طرعه يعني ملعوبه على دماغه بالظبط طلعت فوق العرض. قبلها برضو الماتش بتاع زيمبابوي برضو واحده ولا تقريبا ماتش انجولا لما مصطفى محمد عملها له دبل كيك طلع حطها بدماغه. فعندك ثلاثه بيلعبوا خط يعني بدماغهم كويس وكلهم في خط الظهر، فهستعين بيهم كتير في الضربات الثابته والركنيات. فدي حته هجوميه كده اهو يعني على طرف المعلقه. طب جميل. بالنسبه بقى هجوميا انت بتعمل ايه تاني؟ انا عندي امام عاشور راجل بيعرف يلعب كوره كويس، بيعمل دريبل كويس، والراجل مراهن على سرعات صلاح ومرموش، والاثنين كل واحد فيهم بيعرف يمسك كوره، بيعرف يقف عليها، بيعرف يطلع واحد لو حد هيطلع.
وفضل يلعب على المرتده زي ما قال الكتاب، وسبحان الله المرتده اتعملت. وسبحان الله برضو يوم ما يجي الجون الثالث يجي بتكتيك ملعوب 10 على 10. ايه اللي بيحصل؟ الكرة معاك، رامي ربيعة بيستلم، كابتن عمر مرموش نزل ونزل المساك بتاعه معاه في لحظة سرحان من كوتيفوار، امام عاشور ضرب هو بقى السبرنت في ظهر عمر مرموش، اتلعبت من رامي ربيعة لعمر مرموش لامام عاشور، امام عاشور لعبها لمحمد صلاح، ادي جون. تكتيك 10 على 10، هجوما ودفاعا. فالناس اللي هتنتقد واللي لسه هتنتقد لو حصل لا قدر الله لا قدر الله اي تعثر، هزيمه في الماتش ده، خرجنا ضربات جزاء، خرجنا جوه الماتش، خرجنا لاي سبب من الاسباب، هتلاقيهم هم برضو اصل احنا ما عندناش فكره، اصل احنا هو ده تمامنا، اصل احنا عملنا القوي، يعني هي كده حلوه قوي ومرضيه قوي، والافيهات هتكتر والدنيا هتبقى عسل. هتسمع بقى كميه افيهات هنيدي بقى وعلي ربيع بقى، كل بقى اليوتيوبرز اللي موجودين دول كلهم هيقلبوا بقى مسرح مصر ضحك بقى من للركب، وهينسوا ان في راجل عمل شغل محترم بمنتخب امكانياته ضعيفه ومعدل الاعمار بتاعه عالي جدا جدا جدا. محدش هيقول لك الكلام ده، محدش هيفكر فيه. معدل اعمار عالي جدا، لعيبه يعني انت بتتكلم في كلهم جايين نفسيا ضايعين. صلاح جاي لك من ليفربول ضايع، مصطفى محمد جاي لك من نانت ضايع، عمر مرموش جاي لك من مانشستر سيتي ضايع، كل ده نفسيا ضايع، كله قاعد على الدكه. نفس الكلام اللعيبه بتاعتك بقى اللي هم اهلي وزمالك بقى والنعكشه اللي احنا بنلعبها بقى في الدوري المصري دي، كلهم مستواهم مش كويس، تريزيجيه مستواه مش كويس، امام عاشور جاي لك اصلا مصاب، حمدي فتحي ما تعرفش هو بيلعب بقى ايه في دنيته في الدوريات الخليجيه دي، انت مش دريان بيه اصلا. مروان عطيه عايز يجدد عقده، مش عارف، رامي ربيعه الاهلي كرفه. كل واحد عنده مشكله، يعني لو بصيت كده للتشكيل 11 لعيب كل واحد فيهم عنده مشكله، كل واحد عنده حوار، والراجل حللك القصه دي وخلى المعسكر محمد صلاح بيقول لك ان انا عشت احلى معسكر في حياتي. كل ده مش صدف. طب اقول لك على حاجه كمان في ماتش كوتيفوار، وحاجه كده جت على بالي، ده الماتش الوحيد اللي كوتيفوار فيه ما هددتكش بكور خطيره، يعني غير طبعا ضربتين الثابتين نجوم جونين، يعني اصلا اونطه، يعني دول مش ما يتحسبوش جوان جامده يعني او غلطات حتى منك، هو غلطات فرديه عارفين مين هو الفرد ومش هنتكلم عليه. لكن انت عندك في ماتش 2006 و2008 و2021 لما قابلت كوتيفوار على مختلف اجيالها، كانوا بيعملوا عليك ماتشات جامده، كان دايما الحارس بتاعك هو اللي بيشيلك، كان دايما تلاقي في فرص خطيره في الست ارض وفي مش عارف ايه. وانا اتكلمت في فيديو يعني قبل كده قلت على القصه دي ان احنا عندنا عفاريت بنستخدمها احنا كمنتخب مصر قدام كوتيفوار، لكن احنا في ارض الملعب المره دي احنا ما حصلش علينا اي هجمه خطيره، بالعكس انت اللي بتروح بهجمات خطيره، يعني باستثناء كمان الكره اللي هي بتاع الاجوان اللي احنا جبناها، في كره لعبها صلاح لمحمد هاني وقدام انفراد، في كره تاني لعبها صلاح لاحمد فتوح وقدام انفراد، رحت بكور. يعني انت بتهاجم، سيبك بقى من الاستحواذ والمش عارف ايه، كل ده لوبيا، كل ده ولي لازمه، كل ده هيستخدم بقى ضدك لما لا قدر الله لا قدر الله المنتخب يخسر ولا يحصل اي حاجه ونخرج بره البطوله، كل ده هيستخدم ضدك بقى ان هو بص الاستحواذ، اصل كوت ديفوار كانت ماسكاك 75 دقيقه وانت معكش كوره، ولا 75% الاستحواذ بتاع كوت ديفوار. كل الكلام ده هيتقال، وانا بقى اهو بغششك اهو من بدري، كل الكلام ده هيتقال، اعمل حسابك بقى عشان ايه لما يجي بقى الافيه ده انا بحرقه لهم اهو عشان بس ابقى قفشت لهم افيه هو حرقته لهم، بعد اذن الناس محدش يتفرج على الكلام ده، لان الكلام ده للاسف للاسف مع منتخب مصر لا يصلح. ممكن يصلح مع كل حاجه في الدنيا بقى، اهلي وزمالك والهزار، وده انا بعتبره السبايسي بتاع الكوره، كل ده لذيذ، انما ما تستلذش بزياده بقى. عارف انت عامل زي الطالب اللي في الفصل كده ايه، قال افيه وعجب الناس فيقعد بقى طول الوقت بقى في الفصل ترك افيهات. يا اسطى مش كده يا اسطى، عايزين بقى ايه في وقت الجد دلوقتي، عايزين نسمع الحصه، لا 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 افيهات بقى، انتوا مش عاجبكم واحد، ده انا ههريكوا افيهات ده انا هموتكوا افيهات طالما بقى ايه الافيه جاب. فرجاء من الناس، وانا بخاطب الناس العاقله، يعني بعيدا بقى عن الهوجه بتاعت اليوتيوبرز والكلام ده واللي هيحصل، انا بنبهكم ليه من بدري. اتمنى الناس اللي تتفرج على الفيديو ده تشيروا مع غيرهم، عشان يعني غيرهم ممكن يعني ياخد باله برضو من اللقطه دي. خدوا بالكم، منتخب مصر عنده مدرب كويس، مدرب فنيا كويس، بروز اهو دي فنيا كويس، عندك مدرب فنيا كويس بيقرا الملعب كويس. هو ممكن يكون
ما بيعرفش يتكلم كويس، وللاسف دي حاجه بتظلمه. بيطلع في الاعلام ساعات بيهرتل، ساعات مش عارف ايه، طبيعته كده للاسف. يعني الراجل مش متكامل، كان لعيب كوره جامد وبقى مدرب برضه جامد والله، وعنده فنيات كويسه جدا. ما قلتش ان هو اعظم مدرب في الدنيا يعني، هو مش جوارديولا، مش افشخ حاجه في الدنيا، ولكنه مدرب شاطر ومجتهد جدا، وبيحب المنتخب وبيحب مصر وعايز يعمل حاجه، لان الراجل عنده شغف طول الوقت. ف يعني والشغف ده لا يعني ده جزء من الموضوع اللي هو الحماس ومش عارف ايه وبتاع، لكن هو راجل عنده كوره في دماغه، راجل بيفهم كوره يعني، مش كل الحوار بقى جرينتا وزعيق وبتاع والكلام اللي بالكوا فيه ده، اللي دايما بيتردد عن مميزات حسام حسن، والناس بتنسى بقيه المميزات بتاعت حسام حسن او ما بتتقالش اساسا. فخدوا بالكوا، ويا ريت تشيروا زي ما قلت لكم الفيديو ده مع الناس اللي انتوا بتحبوها يعني. وان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر. ويعني ماتشات نص النهائي دي، مهما انت كنت في منتخب جامد، مهما انت كنت يعني اجمد منتخب في الدنيا ومرشح الاول للفوز بالبطوله، عادي ممكن تخرج من البطوله عادي. يعني ماتشات نص نهائي وانت بتلعب 90 دقيقه زي ما تيجي بقى. فان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا هيكرمنا وهيقف جنبنا، عشان الراجل اللي بيحاول يجتهد والناس عماله بتضغط عليه ده. فان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني وهنوصل نهائي ان شاء الله ان شاء الله. وتيجي بقى زي ما تيجي، انت وصلت نهائي، انت حققت الفول مارك بالنسبه لي كده.